المشهد اللي بعده تيتو بيرجع لرضا وبيجيب له لبس وبيروحوا البيت وبيقول لهم انه هيتوديه المدرسه وهو هيتحمل كل التكاليف وكل ده لانه شاف فيه نفسه فعايز يلحقه مش عايز يبقى فيه تيتو تاني. المهم بعدها بيروح عشان يشتري عربيه بس بيلاقي عميل صاحب المعرض بيحاول يشتغله فتيتو بيرسيه على اللي بيدور ومن بعدها بتبدا صداقه بين تيتو وفارس. وبعد كام شهر فارس بيعزم تيتو على الغدا وعلى قد ما تيتو بيكون مبسوط في الجو الاسري ده على قد ما بيعمل له غصه في قلبه لانه ما عاشوش قبل كده ومش عارف يتاقلم معاه. فبيرجع تيتو تاني يمشي لوحده في الشارع في دلاله انه بالرغم من محاولته فهو مش عارف يتاقلم مع الناس لانه كل ما بيحاول يعمل كده بيفتكر وساخته فعشان كده دايما كل حاجه بتقول بيه للوحده لانه عارف لو حد عرف حقيقته مش هيعرفوه تاني. فالوسط اللي حطه فيه فارس كان بيحاول ان هو يحتويه ويخليه يرجع يجرب ينضف تاني وكأن اسم فارس بيدلل على افعاله تجاه طاهر. المهم في المشهد اللي بعده تيتو بيروح يعمل العمليه اللي اتفق عليها مع رمزي وبيودي له الفلوس وللاسف سذاجته وغشوميته اللي اتكلمنا عنها في الاول بتخليه يحكي له على معرفته بفارس عشان يمهد له ان هو عايز يبطل. بس رمزي بيلعب على الانسكيورز بتاع طاهر عشان يحسسه ان هو قليل وبيوضح على ملامح تيتو ونظرته التفكير والتذكر والمشاعر السلبيه اللي هجمت عليه فبييأس وبيقتنع ان هو عمره ما هيبقى زي الناس دي. بس في المشهد اللي بعده بيشوفه بيتعرف على نور وبيعجب بيها جدا وبيشوف فيها الامل